لأنه النهارده لواء محمد إبراهيم وزير الداخلية نظم اجتماع موسع كان في عدد من القيادات الأمنية. واضح جدا أنه بيتم دراسة إجراءات وآليات معينة لتنفيذ القرار اللي خرج من مجلس الوزراء، ده بخصوص اعتصام النهضة واعتصام رابعة العدوية ومحاولة تحقيق الأهداف اللي مجلس الوزراء تحدث بها أو كلف بها وزارة الداخلية، وهو ما يحفظ الأمن القومي وسلامة المواطنين واستقرار الأوضاع الداخلية. وزير الداخلية أكد على في خلال الاجتماع على حرص أجهزة الوزارة على سلامة وأمن الجميع وحفظ الاستقرار للشعب المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على قرار مجلس الوزراء البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة اتجاه اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين، وتكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم. فإن وزارة الداخلية في إطار التزامها بتنفيذ كامل واجباتها وحرصا على المصلحة الوطنية العليا للبلاد تدعو المتواجدين بميداني رابعة العدوية والنهضة الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامة الكافة، مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته. سدد الله خطى مصر العزيزة وحماها من كل سوء. الوضع